اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من اكلات وافتكاسات نهى. فيديو النهارده او بمعنى اصح الوصفه مش محتاجه ولا فرن ولا محتاجه مضرب بيض. خليكم معايا وهتعرفوا ازاي الوصفه هتطلع كده وكمان تطلع احسن ان شاء الله معاكم. المكونات اللي احنا عايزينها: عايزه 3 معالق نشا منخوله كويس، وعايزه بسكوت ساده، وعايزه 3 معالق كاكاو خام برضو منخول كويس، ومعايا لبن، ومعايا مكعب زبدة او سمنة، ومعايا كوباية سكر، ومعايا الشوكولاتة الخام. في من المكونات دي هننزل بيها على البارد وهو اللبن، واللبن كيلو الا ربع. حابة تزودي براحتك، يعني انت كل ما هتزودي كل ما هتضاعفي الكمية. وهبدأ انزل بالنشا، وهبدأ انزل بالكاكاو والسكر. بالنسبة للسكر انتي برضو ده على حسب التذوق. انا جايبة يعني الطعم مظبوط معايا، كانت كوباية، ممكن تزودي ممكن تنقصي على حسب الرغبة. انا كده حطيت المكونات على بعض وهبدأ اقلبها كويس، وبعد كده هبدأ ارفعها على النار، على يعني تبقى مهدية النار مش بخليها عالية طبعا. انا هنا كده دوبتها كويس وكنت اتأكدت طبعا ومنزلة الجوانب زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. ولازم تكوني نخلة الكاكاو الخام كويس جدا، لان احيانا بيبقى فيه كده تكتلات ما بتبقاش ظريفة طبعا. انا كده رفعتها على النار وهبدأ ادوبها. ما تحاوليش خالص يعني ترفعي ايدك منها عشان ما تتقلش جدا، فهتلاقيها عاملة زي المهلبية. طيب افرض هي تقلت منك، هتزودي شوية لبن، يعني فنجان لبن صغير عشان ما تبقاش تقيلة. ولو خفيفة هتحطي نص معلقة نشا برضو تدريجي، وتقلبي كويس، يعني كلتا الحالتين ان شاء الله محلولة. بعد كده انا بدأت احس ان يعني شوية بدأت تتقل معايا. هنزل الشوكولاتة الخام. الشوكولاتة الخام اولا هتدي طعم، ثانيا هتدي يعني هتغمق في اللون اكتر. انا هنا عايزة اتأكد ان هي دابت، عشان بعد ما تدوب خالص هبدأ انزل يعني بالزبدة بتاعتي. خلاص انا كده بتأكد ان هي دابت خلاص تمام. وطبعا برضو شغالة وحاسة ان بدأت تتقل معايا المكونات. هبدأ انزل بقى بالزبدة، واول ما احس ان هي خلاص بدأت تعمل الفقاعات دي بكيس فانيليا، وبتقومي حطاها ومدوباها وقفلها على طول. ما تخليش بعد ما الفانيليا تحطيها تفضلي شغالة على النار، عشان الفانيليا بتمرر كده. خلاص زي ما انتوا شايفين، بصي هي تقلت جدا ازاي. انا هنا طبعا اضطريت ان انا اسرع المقطع لان هو طويل، فعشان ما تزهقوش. انا هنا جبت طبعا البسكوت وبدأت ارصه بالطريقة دي. حتى اللي متكسر عادي انت هتحطيه جنب بعضه. هو اهم حاجة ان ما يبقاش فيه فراغات كبيرة بين البسكوت وبعضه، عشان خاطر الشوكولاتة المكون ده ما يبقاش نازل، يعني مش مندمج مع الشوكولاتة. وانت هتبدأي بقى كل ما تخلصي الرصة بتاعة البسكوت بتاعك هتحطي من الشوكولاتة دي او صوص الشوكولاتة ده. ما تحاوليش طبعا توزعيه كده من بعيد، ما تحاوليش يعني تبوظي البسكوت طبعا يعني. وهبدأ احط الطبقة التانية، وبعد ما اخلصها هبدأ احط طبعا البسكوت، وهكذا. انتي بقى حابة تحطي مثلا يعني على حسب الطبقات، حابة تحطي 4 طبقات براحتك، بس ما تكتريش قوي فيها يعني عشان الموضوع ما يبقاش اوفر يعني في الطعم. كده البسكوت ده صحيح كنت عايزه اقول لكم ان هو انا كنت بجيبه من عند في سوبر ماركت كبير، او لو ما لقيتهوش هتلاقيه عند الناس بتوع مستلزمات الحلواني. هو تقريبا كان ب13 او 15 حاجه في الرينج دي. وفي نفس الوقت البسكوت ده كتير، يعني الكيس فعلا كبير قوي، هيكفي جدا جدا يعني. وكمان هو فعلا كفى عندي وفوق زي ما انتم شايفين. احط الطبقه واقوم حاطه عليها طبقه الصوص دي، وهكذا. طبعا انتي بتحطيها في التلاجة بعد ما بتخلصي الموضوع ده، بتحطيها في التلاجة بقى براحتك نص ساعة ساعة، يعني الموضوع ده بالنسبة لك سهل جدا. وكل ما بتسقع كل ما يبقى طعمها بصراحة روعة، سهلة جدا، ممكن تعمليها في اي وقت للاولاد وطعمها جميل جدا. وبالهنا والشفا طبعا. لو كنتي وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك، وتكتبي لي كومنت قولي رأيك في الوصفة.
انا هنا كده يعني خلاص تقريبا على وشك ان انا هخلصها. وزي ما انتم شايفين الصوص كتير جدا، يعني برضو جايب معايا كمية كبيرة. انتي بقى زي ما بقولك حابة تحطي يعني تعمليها اكتر هتضاعفي الكمية، والسكر على حسب الرغبة. انا هنا خلاص طبعا كنت حطيتها في التلاجة وطلعتها، وزي ما انتم شايفين بصوا تحسي شبه الجاتوه بالظبط، وطعمها فعلا رائع. يا رب الوصفة تكون عجبتكم والفيديو يكون خفيف عليكم. مستنية طبعا كومنتاتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.